عارف يعني ايه تبقى قاعد في بيتك في امان الله وتلاقي جارك رمى سجاره راحت مولعه في السجاده بتاعتك، وبعد ما تطفيها بدم قلبك يجي لك الصبح ويخبط عليك ويقول لك صباح الفل يا جاري يا غالي، هات بقى 100,000 جنيه حق الكبريت اللي انا ولعت بيه واجره ايدي وانا برمي السيجاره. اهو ده بالظبط اللي بيحصل معانا دلوقتي. احنا بقينا في زمن البجاحه الدوليه. والله يا وليه، لو فاكر ان اللي بيحصل في الكويت ده ولا في تركيا صدفه يبقى محتاج تشرب ليمون بالنعناع وتفوقلي، ولا سجاره تترمي عليك من فوق انت رخر تولع في شعرك. الحمد لله مفيش حد هيقدر يولع. علشان النهارده انا هحكي لك ازاي الخواجه بيولع الحريقه ويبيع لك طفايه الحريق بفلوسك ويخليك تشتم اخوك وانت بتدفع. يا جماعه محطه التحليه بتاعت الميه اللي في الكويت اتضربت. الكويت اللي 90% من شربها تحليه، يعني ضربه في المقتل. بس الكوميديا فين يا بلبل مصر؟ ان الصاروخ لسه ما بردش والدخان لسه طالع، ولقينا بقى الاعلام الامريكي والصهيوني طالع بالمانشيت الجاهز: ايران هي اللي ضربت. لا اخس عليها اخس، ده انتوا لسه ما لحقتوش تجمعوا شظيه واحده. ده باين قوي انها كانت سكريبت محطوط في الدرج ومستني ساعه الصفر عشان ايران هي اللي ضربت. ايران طلعت وحلفت 100 يمين قالت لك والله العظيم ما انا. والمتحدث باسم مقر خاتم الانبياء طلع قال لك صريحا كده دي مؤامره صهيونيه علشان نلبس في بعض. بس مين يسمع؟ السيستم شغال، لبس ده في ده وخلي الخليج يغلي. واللعبه ما كملتش في الكويت بس، لا ده الناتو والمدمرات الامريكيه في المتوسط فجاه كده اصطادوا صاروخ رايح لتركيا وقالوا لك ايه؟ طلع يا ابني السكريبت قادم من ايران. يا اولاد الاخس، ودي تالت مرة تحصل وإيران تنفي. طب ليه تركيا بالذات؟ علشان تركيا كانت لسه قايلة لو الأكراد اتحركوا ضد إيران أنا هتدخل، فكان لازم المخرج الخفي يبعت صاروخ يقطع بيه شعرة معاوية ويخلي الكل يضرب في بعض، نظام فرق تسد بس بالنسخة الباليستية. نيجي بقى للبجاحة بس ليفل الوحش. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت طالعة بكل ثبات انفعالي كده وبتقول لك إيه؟ الرئيس بيفكر يخلي السعودية والإمارات والكويت يدفعوا فاتورة الحرب ضد إيران. غطيني وصوتي يا سعاد. ده ايه يا ولاد الاخس؟ فاتورة اللي الخليج يدفعها يا ولاد المرأة الوزة؟ يعني انتوا تولعوا الدنيا وتضربوا مصافي النفط وتعلوا الاسعار للسما وفي الاخر احنا اللي ندفع فاتورة القنبلة اللي نزلت علينا؟ طب يا ستي كارولين شكرا، بس عايز اقول لحضرتك هي الميزانية المبدئية كام؟ قالت لك 37 مليار دولار فكة. يا اخي فكة. طب وليه كل ده؟ قالت لك علشان امريكا عايزة تسيطر على نفط ايران وفنزويلا وتكسر عين الصين. والاهم من كده بقى ايه؟ عشان يبنوا مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي All Data Centers. تخيل يا مؤمن دم العرب بيتحول لكهرباء عشان يشغلوا بيها سيرفرات الأول داتا سنتر عشان الريبوتات تطلع تتمنظر علينا. يا جماعه الموضوع مش مجرد خناقه سياسيه، وكلامي مش معناه برضو ان انا بدافع عن ايران. انا عن نفسي فرحان في اللي ايران بتعمله في اسرائيل وامريكا زي الفل، لا سوعي فيهم ليوم القيامه عادي. لكن اي حاجه سواء كانت بتنزل صح ولا بالغلط في دول الجوار زي الخليج فاكيد دي حاجه تزعل، لان مهما حصل ومهما كان احنا عرب واشقاء وعمرنا ما هنفرح على خيبه بعض. فدي مش مجرد خناقه سياسيه، دي خطه مرسومه بالملي، لان اسرائيل الكبرى مش هتقوم طول ما العرب اقوياء وايد واحده، وطول ما هم معاهم فلوس لازم استنزاف، يضربوا اهداف حيويه ويلبسوها لايران ويخوفوا الخليج، وبعد كده يقول لك ادفع عشان احميك. ده مش تحالف، دي بلطجه دوليه. يا اخويا تشطروا على شعبكم الاول وبعدين تشطروا على دول الخليج، بدل البلطجه الدوليه دي اللي بربطه العنق، والنفط الخليجي اللي بيتدمر، والاقتصاد العالمي اللي بيولع، والمستفيد الوحيد هو اللي بيبيع السلاح وبيجمع الدولارات عشان يبني امبراطوريته التكنولوجيه والدينيه فوق جثثنا. فانا بحذر للمره المليون، العدو الحقيقي مش اللي الاعلام بيشاور لك عليه، العدو الحقيقي هو اللي ماسك الكبريت ومستني يقبض ثمن الحريقه. يا عرب فوقوا قبل ما الفاتوره اللي جايه تبقى وجودنا نفسه مش بس شويه دولارات. لو الكلام ده لمس فيك حاجه يبقى انت معمول لك اعمل شير ووصل صوتنا. المعلومات دي لازم تلف الدنيا كويس عشان السيناريوهات دي بتكشف قبل ما يتنفذ بالكامل. المصادر كلها سايبها لك في الكومنتات، اقرا وافهم ووعي غيرك. كان معاكم بلبل مصر، ونشوفكم الفيديو اللي جاي لو لسه فيه نفس، وبوسه كده على الطاير وشيروها له.